هذه عصابات إجرامية استولت على البلاد، عبثت بها، سجنت، قتلت، نهبت، وما زالت تفعل. وجب الضغط عليها، إما تغيير سلوكها وهذا مستبعد، أو الإطاحة بها، وهذا هو الذي يجب أن يحدث. تكاليف الصبر على الطغيان وعلى الاستبداد وعلى الفساد أكبر بكثير من تكاليف التغيير، لأن على الأقل تكاليف التغيير الناس يقول لك حاولنا، اجتهدنا، غيرنا أو اجتهدنا في التغيير. إذا نجح أو يتحدث عن هذا الموضوع. شاهدوا الفيديو من البداية إلى النهاية. الذي لا يقل خطورة على ذلك هو أن بيوت الناس احترقت، تجارتهم احترقت، حيواناتهم احترقت في كثير من المناطق وفي كثير من المدن. في كثير من المدن شوف فيديوهات الناس هاربين بما يستطيعون حمله فقط، أو بأطفالهم الصغار، أو بالناس الكبار اللي رافدينهم باش يهربوهم من أن يموتوا حرقا، العاجزين أو المصابين في أجسادهم. أوضاع مؤلمة، النظر إليها فقط يؤلم متابعتها عن بعد فقط يؤلم، فما بالك الذين يعيشونها ويعيشون قساوتها ويعيشون حريق النار. وربما أصعب الأشياء هي أن يموت الإنسان محترقا، وأن ينظر له الناس وهم عاجزين أن يفعلوا شيء. والسؤال الأساسي: ألم تكن تعلم جماعة الحكم أن الصيف سيعود؟ ألم تحدث هذه المظاهر وهذا ما يحدث في السنوات السابقة؟ ألم نعيش في 2021 أوضاع استثنائية؟ صحيح كان يومها دخلت عليها المخابرات الإرهابية وحرقت منطقة القبائل بشكل خاص، ولكن كانت هناك حرائق اللي هي بين قوسين حرائق طبيعية. والحرائق قد تكون طبيعية وقد تكون بفعل فاعل، وفي الجزائر أكثر هذه الحرائق في الحقيقة هي بفعل التقاعس، بفعل سوء الإدارة، بفعل سوء التنظيف، بفعل أن جهاز الغابات هو آخر الأجهزة اللي مهتمين بها. المطافئ في أسوأ حالاته، لا جهاز الغابات اللي هو المفروض أنه حارس للغابات، ولا المطافئ اللي هي المفروض أنها ستقوم بإطفاء الحرائق عندما تشتعل أو الحوادث الأخرى. هذا الجهازين بالذات يعني إمكانياتهم ضعيفة وضعيفة جدا. كي تشوف جماعة المطافئ وكثيرين منهم يبذلوا في جهد معتبر، وبعضهم احترق وبعضهم أصيب وبعضهم استنشق الدخان إلى كاد أن يموت، وبعضهم راه مصاب وراه في المستشفيات من الحريق ومن الدخان ومن الحرارة، لكن الإمكانيات ضعيفة وضعيفة جدا. أين هي الكنادير؟ أين هي طائرات إطفاء الحرائق كما يوجد في كل دول العالم تقريبا؟ كاين دول أضعف بكثير اقتصاديا من الجزائر، وأصغر بكثير من الجزائر، وليست معرضة بشكل كبير للحرائق مثل الجزائر، ومع ذلك عندها الكنادير، عندها طائرات إطفاء الحرائق. طائرات إطفاء الحرائق هي جزء من عمل المطافئ. المطافئ نتاعنا الكواميون نتاعهم واكثرهم يلي ما عندوش سيتيرنا، يلي السيتيرنا ما تمشي، يا اللي تمشي بالماء وكانه يسقي في جاردان. يا امكانيات هزيله جدا، لكن ميزانيه الدوله 135 مليار دولار، مبلغ رهيب ضخم. قبل 2020 كانت ميزانية الجزائر هي في حدود 50 60، كي تطلع توصل 65 مليار دولار، تضاعفت. وبالديون بالمناسبة، يعني الميزانية نتاعنا جزء كبير منها بالديون وبطبع الأوراق، بطبع الدينار، لا بلونشابي. 135 مليار دولار ميزانية 2026، أين تذهب؟ شنقريحة وضع 20%، 27 مليار دولار بالضبط داها، إلى درجة أن الجزائر هي أكبر صارف على السلاح في إفريقيا.
وهي ثاني دولة في العالم العربي تصرف السلاح. دول في حروب مش تصرف السلاح كما الجزائر. ومع ذلك للأسف وضع جيشنا في وضع مهترئ. راكم تشوفوا وضع المطافئ، بانت العيوب، ظهرت للناس بوضوح. أنا لا أشكك في المطافئ، في رجال المطافئ، كثيرين منهم مهنيين يقومون بعملهم، يحاولوا، لكن كثيرين منهم ما أعطاهمش التدريب اللازم وما أعطاهمش الأدوات اللازمة. هذا هو وضع جيشنا. المطافئ اليوم هي شكل مصغر من وضع الجيش، مع أن الميزانية رهيبة ورهيبة جدا، 20% من ميزانية البلاد، و10% من GDP، من الدخل الخام للبلاد. ومع ذلك وكانوا قالوا قبل سنوات من أن وزارة الدفاع راهي طلبت 6 طائرات نفاثة من الكنادير من عند الروس. أين هذه الطائرات؟ تقدروا ترجعوا للأخبار وستجدون هذا في 2022، بعد في نهاية 2021 في 2022. وما زلت أتذكر أيمن عبد الرحمن المرتزق السابق اللي كان يسموه وزير أول، وهو يقول باللي خلاص الطائرات راهم راح يجونا قبل ديسمبر. أعتقد أن ذلك كان في 2022 حديثه يعني. أين هي طائرات إطفاء النيران؟ أين هو التكوين الحقيقي للمطافئ وغير المطافئ؟ أين هو التكوين الحقيقي لرجال حماية الغابات؟ وأين هي الأدوات اللي لازم تستخدم؟ لا شيء. الناس شافوا في فاجعة الأطفال اللي وقعت في المحمدية، الناس شافوا كيفاش أن المطافئ عجزت على كسر الحديد اللي كان الباروداج، يعني اللي كان موضوع في النوافذ نتاع المبنى. ما عندهاش آلات باش تقطع الباروداج. والناس شافوا، وهناك فيديو منتشر، كيفاش أن رجال المطافئ وخروا واحد من المدنيين، واحد سيفيل، واحد من الناس طلع هو يحمي وينقذ في الأطفال، وبالفعل أنقذ طفلين، والثالث أصيب هو وياه بجروح، والآخرين ما لم يستطيعوا إنقاذهم. إذن فاجعة الأطفال في الحقيقة واللي ماتوا بالنيران بالمناسبة، قال لك شرارة نتاع كليماتيزور، كانت وكأنها مؤشر أن هذه البلاد، أو أنها دليل أن هذه البلاد راهي عاجزة تماما على أدنى المشاكل. وإحنا نعرف أن هذه المشاكل والحرائق تقع في كل مكان من هذا العالم، لكن ما هو الفرق ما بين نظام محترم، دولة محترمة، وما بين نظام عصابات اللي حول دولة إلى شبه دولة أو دويلة؟ هو القدرة على مواجهة الظروف العصيبة، هو القدرة على مواجهة الحرائق الكبرى، القدرة على مواجهة الفيضانات الكبرى، القدرة على مواجهة حوادث الطيران، القدرة على مواجهة حوادث السيارات والحافلات الكبرى. العام اللي فات تتذكرون الصيف اللي فات كيف الجزائريين عاشوا في أوت بسقوط الحافلة في الحراش، وكيف كانت الآلام والألم الشديد، لأنه باختصار بسيط عجزوا على إنقاذ الناس اللي طاحوا في واد الحراش، اللي هو واد مليء بالمياه القذرة، وغرقوا الناس هناك في المياه القذرة رغم محاولات بعض المدنيين مرة أخرى، الناس من الشعب، إنقاذ الناس من واد الحراش ومن قذوراته. وبدل إطاحة بوزير النقل تم ترقيته وإعطاوه، زادوا له وزارة الداخلية والبيئة، ولا وزير الداخلية والبيئة والجماعات المحلية والنقل، أربع مناصب. اليوم باختصار بسيط نسيب تبون ويحضر فيه بالك يخلفوه كبديل له، ما يسمى بسعيد سعيود. سعيد سعيود خارج اليوم أيضا على أساس ورانا نحاولوا ماذا تحاول؟ المرضى هربوهم المطافئ بصعوبة من مستشفى سرايدي. كثير من الناس انتوا
اجري على روحك، ما كاش حتى اللي ينقذك. الحمد لله أن مطافع عنابة أنقذوا المرضى من المستشفى اللي التهمت النيران أجزاء منه واقتربت بشدة من كل المبنى. وروح شوف خرايسية من جهة البويرة، وشوف سعيدة، وحتى سعيدة اللي في الجنوب حرائق مهولة. طيب كيش راهم يفسروا فيها؟ راهم يخرجوا ذبابهم يقول لك الحرائق في كل العالم. نعم الحرائق في كل العالم، الفرق هو كيف تواجه هذه الحرائق. هل لديك الإمكانيات أم لا؟ هل لديك التدريب اللازم والكافي أم لا؟ هل لديك خطط مسبقة أم لا؟ هل تشتغل بخطط حقيقية ولا سي البروكولاج تبريكولي؟ هذا هو السؤال. بالعكس كاين حرائق رهيبة في كندا، في أمريكا، في كاليفورنيا، حتى في أوروبا ليس بعيدا عنا، حرائق رهيبة. لكن الناس هناك ترى مجهودات الدولة، مجهودات الحكومة، ترى المطافئ، وترى التكوين، وترى الإمكانيات التي لديهم، ترى طائرات الكنادير، طائرات الإطفاء، ترى وزارة الداخلية لي بريفكتير أو لي سوب بريفكتير أو لي ريجيون أو في فرنسا أو ما يشابهها في إسبانيا وإيطاليا وغيرها، كيف تستبق الأحداث وكيف تتعامل معها عندما تحدث الكوارث. ترى التخطيط الإعلامي والتخطيط التنظيمي والتخطيط البدائل والخطط، خطة ألف، خطة باء، خطة جيم، ماذا نفعل إذا وقع كذا. gouverner c'est prévoir، أن تحكم هي أن تتوقع وأن تتحضر تبعا لذلك. مخرجين بعض المعتوهين مثل هذا بودن، واحد من المعتوهين الكبار، هو يمثل التيار العلماني والخبارجي الآخر على أساس يمثل التيار الإسلامي بن قرينة، ويخرجوا هذه الأصناف. كنت نشوف قبل قليل بعث لي المساعد هذا بودن يقول لك رانا تحكمنا في كل الحرائق. يعني راكم تستفزوا في الناس، الناس راهي تموت في الحرائق وانتم تقول لهم رانا تحكمنا في الحرائق. وطبعا خبر الحرائق بتاع الجزائر ملأ العالم، وكثير من التعليقات تقول واضح أن الإمكانيات ضعيفة لمواجهة هذه الحرائق. لكن الجزائر ما هيش بلد ضعيف، الجزائر هي 10 مساحة في العالم، الجزائر لها إمكانيات مادية معتبرة وثروات معتبرة. أين تذهب؟ الناس تتساءل أين تذهب؟ وطبعا تتوافق هذه الحرائق مع انقطاع الكهرباء، مما زاد من آلام الناس. وأن حتى الناس اللي ما عندهاش حرائق يعني راهي تشعر في الحريق، راه الحريق راهو في جسده، راه يشوف في ابنه الصغير أو ابنه الرضيع أو بنته أو والده أو والدته المريض أو اللي تجاوز 70 أو 80 سنة، راه يشوف فيه يلقف قدامه. كاين ناس شافوا قاربهم يلقفوا قدامهم وماتوا قدامهم. لماذا؟ لأن في درجات حرارة في الظل هم يعترفون، يعني بعض المدن في الظل كانت 49، هذا باعترافهم هم، طبعا درجة حرارة أكثر من 50. لكن لما يقولوا 50 فيها حسابات أخرى، خاصة على الصعيد الدولي، ولذلك ما يقولوش كلمة 50، يحبسك عند 49. درجات الحرارة في مدن مثل ورقلة ومثل الواد ومثل المنيعة ومثل عين صالح ومثل أضرار ومثل بشار ومثل غرداية تتجاوز 50 بسهولة في أغلب فترات الصيف ويوميا، وفي المساء تتجاوز 30 ل 35 درجة في الليل، بمعنى أن الناس ما عندهاش لا ليل لا نهار. كيف نواجه ذلك؟ تسحرت البلاد. من بين المواجهة كيفاش تواجه الحرارة وكيفاش تواجه البيئة المتقلبة وكيفاه، هو أن يكون لك استراتيجية عميقة ومعتبرة. وهذا ماهوش علم صناعة الصواريخ، هذا الدول كلها عرفته، هو أنك تواجهها بالتشجير وبالأشجار التي تقاوم الحرارة وبالأشجار التي تقاوم الرياح وتقاوم التربة والرمال الزاحفة. هذا روح شوف الصين واش دارت في الصحراء نتاعها، أو أستراليا
أو حتى السعودية ودول أخرى، وأمريكا. روح شوف كيف نجحت دول في جعل الصحاري جنات بكل ما تعنيه الكلمة. ولماذا الصحراء الجزائرية تبدو وكأنها خارج الزمن؟ مش فقط خارج تاريخ، خارج الزمن. الناس في الجنوب، شوف كل المعاناة اللي راهم يعيشوها ناس الشمال، والأغلبية تسكن في الشمال أو في الهضاب العليا، لكن راهي المعاناة مضاعفة مرات في الجنوب. ينقطع عليهم الماء في درجات حرارة تتجاوز 45 أو 50، ينقطع عليهم الكهرباء في درجة حرارة تتجاوز 45 وال50، والحقرة والظلم والقهر والبرجات بلا توقف. ظلم عظيم. كثير من الناس أصحاب الفلاحة راحت فلاحتهم، خاصة اللي تعتمد على الكهرباء، مربي الدواجن والأرانب والأشياء هذه اللي تعتمد على أيضا التبريد والحرارة، راحت. التجار الخسائر بآلاف المليارات كنجمعوا كل تجار. وما أضحكني كثيرا هو حديث الفاجر المجرم سعيد سعيود على أن الدولة ستقوم بالتعويض. يعني في الجزائر كاين تعويض. الجزائر الناس راهي تدير حوادث بالسيارات ودايرين اسيرونس وكثيرين، لو كان ما يعرفش او ما يمدش الرشوه ما يديش تعويض، وفي الغالب ما يديش تعويض الحقيقي. انتم رايحين تعوضوا، هذه طريقه باش تنهبوا مزيد من المال، واللي تعوضوه لازم يدفع لكم جزء من هذاك التعويض. والرشاوي والفساد كالعاده. البلاد انتظروا الساعة. قيل متى؟ قيل ما هو سببها يا رسول الله بهذا المعنى؟ يعني ما معنى انتظروا الساعة؟ إذا ضيعت الأمانة انتظروا الساعة. ما هو دلائل ضياع الأمانة؟ إذا أسند الأمر إلى غير أهله، إذا أعطيت المسؤوليات والمناصب والمراكز وإلى غير القادرين عليها، اللي ما عندهمش كفاءة، اللي ما عندهمش خبرة، واللي ما عندهمش أخلاق، البلاد تغرق. وكأن ساعة البلاد حلت. قطاع المياه في صيف حارق، مع أن الأمطار التي نزلت هذا العام كثيرين يقولون أنهم لم يشهدوا لها مثيل في ذاكرتهم، في تاريخهم. يعني كاين ناس عمرهم 80 سنة يقول لك أنا عمري شفت الأمطار هذه نزلت في الجزائر. مع ذلك انقطاع المياه رهيب. في العاصمة، في عين بنيان التي لا تبعد على مستوطنة العصابة إلا ببضع كيلومترات، خارجين الناس يقولوا عندنا أسبوع ما عندناش الماء. أسبوع. والناس يشربوا بالسيتيرنات، وماء السيتيرنات ماء آسن، ماء سيء في الغالب، ماء بصح طلب. الناس تريد الماء. طبعا ما يسمى بماء سعيدة، أي الماء اللي يباع في البلاستيك إلى آخره، هذاك إلا لقيته بسعر معقول راك محظوظ. وين رايحة البلاد؟ قطاع المياه، قطع الكهرباء على الناس. في هذا الوقت يحدثوك بأنهم يصدرون في بطاريات الكهربائية إلى البرتغال، وعاملين عليها بيبليسيتي رهيبة. قاعدين يديروا في التجميع. تجي السلعة من عند الصين تجمعوها وتركبوها، ومرات تغلطوا في التركيب، ومن بعد تقول لك رانا نصدروا. ماذا تصدر؟ البنوات راك غارق فيهم، مع انك عندك شركة نفطال وشركة انتاج مانيش عارف هذه شكون، وشركات الانتاج تاع وانت غارق في البنوات. تدو تصدر البطاريات الكهربائية. هذا كله عبث. هذا تجميع للصناعة الصينية، للمنتوجات الصينية. هما برك باش يقول لك صدرنا خارج المحروقات، ومع ذلك تصدير ضعيف وضعيف جدا، ويبيعوا بالرخص، يبيعوا بنص السعر. وهو في النهاية تجميع لأدوات صينية. على ذكر حريق الأطفال، باش ما ننساهاش هذه، واحد من العارفين قال لك هناك أمام الحريق هذا، أمام مبنى اللي وقع فيه الحريق في المحمدية، هناك أراضي ما يسمى بأراضي الدولة. هي أراضي المجتمع المفروض. الدولة هي في خدمة المجتمع، لكن هما الدولة فوق المجتمع. فهناك أراضي
فهناك من فسرها بأنه لا يستبعد أن هذا الحريق جاء باش يهدموا هذاك المبنى ويستولوا على تلك الأراضي، كما استولوا على كل الأراضي الجيدة والجميلة في كل الجزائر، من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. فهذه أرض في المحمدية، مكان استراتيجي مهم في العاصمة، فلا يستبعد أن هذا الحريق كان بفعل العصابات الحاكمة أو المرتبطة بها من أجل الاستيلاء على الأراضي المحيطة بالمبنى. وسنرى. لماذا أذكر هذا؟ باش نضع الناس شهود على هذه الواقعة ويشوفوهم وش يديروا بهذه الأرض. باش نرجع للموضوع، إذن فشل عارم، فشل عارم في كل الاتجاهات. الحكومات المحترمة تسقط ب1% من المهازل التي تحدث في الجزائر. الناس تتذمر، الإعلام ينتقد، المجتمع المدني يحتج، فتسقط الحكومات. وأحيانا حتى بدون أن يحدث ذلك يحترموا نفوسهم، يقول لك احنا فشلنا في الإدارة، يتركوا إلى حكومة أخرى، أو يغادر الوزير أو يغادر الوزير الأول. أو احنا الكوارث البسيطة يعني الآن ما راناش نتكلموا لا على الحريات ولا على الحقوق ولا على دولة القانون، رانا نتكلموا على الماء والكهرباء وإطفاء الحرائق والعلف. الناس راهي حايرة في الأكل وفي الأسعار المرتفعة. وبالمناسبة هذه الخسائر الكبرى للتجار كثيرين منهم راح يخلفوها من المستهلك، وبعضهم راح يفلس. هذه الخسائر لأصحاب مربي الدجاج ومربي بعض الحيوانات راح يخلفوها، راح الأسعار ترتفع، وسترى ارتفاع أسعار الدجاج بشكل رهيب. طبعا فرصة لبارونات اللي مرتبطة بالعصابة أنها تلجأ إلى الاستيراد، مثل استيراد المليون رأس اللي قالوا لنا عليه، واللي الآن هم يعترفون بأنها كانت عمليات نهب هائلة. والآن راهم حاطين اعتقلوا 43 واحد، 8 منهم راهم في الحبس والآخرين يحقوا معاهم إلى آخره. بلاد غرقت. لكن هذا ليس قدر يا أخوان، هذا ليس أمر رباني ما عندناش هروب منه، هذا فساد إنساني، هذا فساد حكم عسكري بواجهة فاشلة ورديئة ومرتشية. ولذلك وجب علينا إنقاذ هذا الوطن وإنقاذ هذا الشعب. وجب علينا كجزائريين كل من يستطيع أن نقوم بموقف يفرض على هذه العصابات التغيير الحقيقي أو السقوط النهائي، لأن كل عام يشبه الخوه، وكل صيف مآسي كبرى. طبعا في الشتاء مآسي هي الأخرى، مآسي الفيضانات ومآسي الأمطار ومآسي انقطاع الغاز ومآسي الناس اللي تموت بالغاز ومآسي الطرقات والحوادث، هذه حدث ولا حرج. هذا ليس أمر رباني قال والله ما عندناش خيار فيه. نعم هناك حرارة، ولكن ليست حرارة اللي تؤدي إلى هذه الأوضاع. وقبل شهر قال لك راهم باعثين دي ترونسفو تاع الكهرباء ولإنشاء مراكز كهربائية في النيجر. سوناتراك تنشئ مراكز كهربائية في النيجر. يا ودي انشؤون في ورقلة وفي سعيدة وفي قالمة وفي البويرة وفي المدية. الناس راهي ما تموت بالسخانة، وفي الشلاف رايح للنيجر. كلها باش يظهروا بأنهم دولة، بأن لديهم إمكانيات. هذه ميم هذه كلمة تصدير دولة ونصدر. وش راك تصدر؟ لا شيء. قبل فترة أيضا كانوا أرسلوا مش عارف بوركينا فاسو ولا المالي أيضا، قال لك مركز طاقة وإنتاج الكهرباء إلى آخره، خلاف تاع النيجر. وكل مرة تشوفهم يقول لك بعثنا 50 سيارة إسعاف إلى النيجر، 100 سيارة مانيش عارف إلى مالي.
ديروا سيارات إسعاف. مرات تشوف سيارات الإسعاف في الجزائر والله الحيوانات ما تركبش فيها. هذا إلا لقيتها، لأن في الغالب يقول لك ما عندناش من نرفدوك، راك رايح تموت موت، دبر راسك، ترونسبور تاعك دبر راسك. قليل وين تلقى مستشفى محترم شوية هكذا عنده سيارات إسعاف وسيارات. إذن هذا الوضع يا إخوان، هذا ليس قدرا مقدورا، هذه عصابات إجرامية استولت على البلاد، عبثت بها، سجنت، قتلت، نهبت، وما زالت تفعل. وجب الضغط عليها، إما تغيير سلوكها وهذا مستبعد، أو الإطاحة بها، وهذا هو الذي يجب أن يحدث. تكاليف الصبر على الطغيان وعلى الاستبداد وعلى الفساد أكبر بكثير من تكاليف التغيير، لأن على الأقل تكاليف التغيير الناس تقول لك حاولنا، اجتهدنا، غيرنا أو اجتهدنا في التغيير، إذا نجحنا الله يبارك وهذا هو الهدف، وإذا ما نجحناش حاولنا. وليس أن نكون مثل النعاج، ولا أقول حتى الكباش أو الأكباش، ما نقولش حتى كما الكبش، مثل النعجة رانا اليوم، ذل وخضوع وخنوع وركوع لحثالات البلاد، لحثالات البلاد ليس فيهم رجل رشيد، لأسوأ ما أنبتت وما ولد على هذه الأرض. الناس شافت فيما مضى، شفنا العجب. هذه أنا الآن 50 سنة أتذكرها جيدا في حياتي، شفنا العجب خاصة في التسعينات، وحتى مع مجيء بوتفليقة، لكن الناس راهي ترحم على بوتفليقة. تخيلوا المصيبة الكبرى أن كثير من الناس يترحمون الآن على بوتفليقة وعلى زمن بوتفليقة. تخيل، لأن نصف ثورة رددتها أنا مئات المرات السنوات التي مضت. إذا قمت بنصف ثورة فاحفر قبرك بجنبها. القبر مش شرط أنك تموت، ولكن أحيانا تكون حي وتتمنى الموت ولا تصل إليه من شدة المعاناة ومن شدة الذل ومن شدة القهر اللي راك واقع فيه. قلناها وأنا كررتها مئات المرات، إما النصر وإما مصر. رانا ولينا مثل حثالات مصر، ولينا مثل الشعب المصري المسكين المستضعف المقهور قهرا رهيبا من عصابات شبيهة تماما بعصابات السيسي، بل أن أصلها أبشع من عصابات السيسي. شنقريح هذا يأتي من فترة التسعينات القذرة والحرب القذرة، وارتكب بيديه وقتل بيديه وشنق بيديه واغتصب ونهب، وما زال يفعل، وهو بعد أسبوع أو بعد 10 أيام يصل ل 81 عام. نهاية بائسة بالنسبة ليه. نحن نؤمن بالله وباليوم الآخر، ونؤمن بالحساب، ونؤمن بالعقاب، ونؤمن بالجزاء يقينا، لكنه عبث ودمر وخرب البلاد كما لم يسبق لها مثيل. بكل أسف وألم أقول ليس لنا خيار إلا أن نواجه هذه العصابات، كل حسب قدراته وإمكانياته، وأهم شيء أن يشوفوا، لأنهم يخافوا ما يحشموش. لو كان يبدأوا يشوفوا الاحتجاجات والمظاهرات، نهار الأول يقول لك مؤامرة، نهار الثاني يقول لك مانيش عارف شكون، نهار الثالث رشاد والماك، نهار الرابع مانيش عارف واش، وبعدين يسقطون وسيسقطون بإذن الله. صيف بعد صيف تتحول الغابات الخضراء في الجزائر إلى رماد، وتكرر هذه المشاهدة المأساوية نفسها، أسر تفقد منازلها وأرواح تلتهمها النيران. والسؤال الذي يتردد على كل مواطن: هل نحن أمام كارثة طبيعية قاهرة، أم أنه فشل هيكلي ونظامي في إدارة الأزمات في الجزائر؟